السلام عليكم. في لا فيديو ديال اليوم اختاريت نهضر لكم على واحد الموضوع اللي سمعنا عليه بزاف في الآونة الأخيرة، سورتو مع توالي الأزمات الاقتصادية، واللي هو الذهب. واش هو ادخار ولا استثمار؟ نشري الذهب ولا نخلي فلوسي حب؟ وبزاف ديال الناس كيسمعوا ان الذهب هو الصح والذهب ما كيطيحش، وحتى مواتنا وجدواتنا كانوا تبارك الله عليهم ديما كيوفروا وكيشريو الذهب، وكيقول لك الدوير الزمان. ولكن شنو هي الحقيقه ديال هذا الشيء؟ اجيو لهنا غادي نقول لكم كل شيء اللي خاصكم تعرفوه على هذا المعدن. الذهب في حد ذاته ماشي استثمار. علاش؟ حيت ما كيخرجلكش واحد المدخول، يعني ما تقدر لا تكريه لا تدخلو في واحد لو بروسيسوس دو برودكسيون باش يعطيك اون رونطابيليتي. الذهب كيبقى واحد وعاء ديال الادخار، بحال كنتي شاري واحد القطعه ارضيه ومخليها عريانه، وتيقدر يشكل نوع من انواع التنويع ديال المحفظه الادخاريه ديالك. وهو عنده واحد جوج ديال الخاصيات اساسيه. الخاصيه الاولى ديالو انه ماشي ليكيد، غير سائل. لا باش سافي با دير كو ما كيتهرقش، مي سافي دير كو لا بغيتي تحتاج الفلوس ديالك ما تقدرش تصرفو اون ليطا، خاصك تمشي تبيعو وعاد باش تاخذ هذوك الفلوس ديالك اللي غادي تقدر تصرف. والخاصيه الثانيه ديالو هو انه غالبا القيمه ديالو كتطلع وتهبط مع الوقت، ولكن تقدر تربح فيه على المدى البعيد، يعني من 10 سنين وانت طالع. علاش كتقدر القيمه ديالو كتطلع؟ ماشي حيت هو كيطلع، ولكن حيت القيمه ديال العملات اللي كتهبط بسبب التضخم وما الى ذلك. وبين قوسين غنزيد هنا واحد الخاصيه ثالثه اللي فكرت فيها فاش كنت خدامه على هذا الفيديو، وهي السلامه و لا سيكوريتي. باسكو دو مومون كو الذهب تيبقى واحد المعدن اللي عنده قيمه عاليه وتيشد البلاصه، يعني خص الانسان اللي غيفكر يخبي فليساتو في الذهب يفكر شنو هما التدابير ديال الامان ولا ديال لا سيكوريتي كي فا ميتر اون بلاص بو بروتيجي هذاك لي بارن ديالو. ولكن هنا شنو ذهب كنهضروا عليه؟ الدمالج، خواتم، المواقن؟ لا ماشي هاد الشيء، كاين حوايج اخرين غادي نقول لك عليهم دابا. وهنا لا كنا كنهضروا على المجوهرات بحال خاتم دمليج ولا كاع مضمه، الثمن اللي كتشري به راه ماشي ديال الذهب بوحديتو، ولكن راه داخل فيه تكاليف التصنيع والنقش والديزاين والسافوار فير لارتيزان ولا مارك. سورتو لا كنا كنهضروا على لا جوايري، وهنا راه كتلقى ان 70 اكثر من 70% ديال القيمه ديال هذاك لو بيجو راه ديال الماركتينغ كوست وديال البراند اون الميم. دابا اللي بغى يخبي فريمون فلوسو في الذهب، وهنا كنهضر على شي فلوس اللي ما غاديش تقدر تحتاجهم على المدى القصير والمتوسط، خاصو يشري السبائك ديال الذهب ولا ما يعرفوا بلي لانغو ولا لي باخ. ما تخلعوش، هنا راه ما كنهضرش على دوك لي لانغو دور اللي كتشوفوا في الافلام اللي فيهم كيلو وجوج كيلو، ولكن راه كاين السبائك ديال 20 غرام 50 غرام 100 غرام، كل واحد على قد الجهد ديالو. هنا تقدر تسولني تقول لي ولكن من غنشري انا هاد لي لانغو دور ولا هاد لي باغ دور؟ غنقول لك سول مول الذهب اللي موالفين كتعاملوا معاه، ولا قلبوا حتى في انترنت، راه كاين المواقع اللي كيديروا لا ليفريزون سيكوريزي. ودابا السؤال اللي كيتطرح، واش خاصنا نخبيو فلوسنا في الذهب؟ هنا غادي نقول لك على حسب الوضعيه ديالك. الا كانوا عندك فلوس زايدين وبغيتي تخبيهم، وكنتي سورتو من داك النوع اللي ما كيقدرش يخبي الفلوس، الا كانوا مثلا ليكيد مره كتبغي دوز ليهم، فهاد الحاله هذه تقدر تاخذ سبائك ديال الذهب. لا بغيتي تبني الادخار على المدى البعيد، يعني 5 سنين فما فوق. ولا كنتي من داك النوع ديال الناس اللي ما عندهمش مع المدى البعيد، ولا تقدر تحتاج فلوسك على المدى القصير، في هذه الحاله هذه بعد من الذهب وخليك في واحد النوع من انواع ديال الادخار الاكثر سيوله، بحال حساب على الدفتر مثلا. وانتم واش بان لكم؟ تبغيو تبنيو واحد النوع من الادخار في الذهب، ولا فو بريفيري تخليو فلوسكم حداكم فوق ما احتاجيتيهم تلقاوهم؟ كيهمني نعرف الراي ديالكم. وبلا ما نوصيكم، الا عجبكم المحتوى ديال القناه نزيدوا با لايك اند سبسكرايب باش يوصلكم كل جديد. نهاركم مبروك، نشوفكم قريب ان شاء الله.